دي احلى اكله شعبيه سواء كانت اردنيه او فلسطينيه مش مهم، بس من بساطه مكوناتها مش هتتخيلوا طعمها. لو جربتوا تعملوها صوص مكرونه هتنبهروا بجد. هجيب الطاسه على النار واحط عليها ربع فنجان زيت زيتون، 5 فصوص ثوم مقطعين شرايح، وما تقلقوش طعمهم مش هيكون قوي في الاخر. سيبوهم على نار هاديه جدا، الزيت يشرب من طعم الثوم من غير ما لون الثوم يغير. الطماطم دلوقتي حلوه قوي، هاتوا طماطم تكون حمراء وناشفه شويه، هنشيل بس الجزء اللي فوق. هفتحها نصين، مش محتاجين نقشرها، هوريكم وهي هتتقشر لوحدها ازاي. هحط كميه الطماطم اللي عندي كلها على وشها كده في الطاسه، واتاكد ان وشها ملامس للطاسه عشان تاخد تشويحه حلوه. هسيبهم على نار هاديه واغطيهم لمده 10 دقايق تقريبا. هتكون الطماطم نزلت ميتها وبتتقشر بمنتهى السهوله من غير ما ننقعها بقى ونقشرها. لا دي كده اسهل طريقه تفصلوا القشر عن الطماطم. صحيح ممكن نضيف شرايح فلفل الاول مع الثوم، بس بالنسبه لي من غير الفلفل احلى. التوابل ملح وفلفل فقط، وبعدها هنهرسهم. هنلاقيها كل حاجه بتتهرس بسهوله، حتى الثوم بيكون خلاص دايب خالص وبيتهرس. اهم مكون بقى هو في نظري مش اختياري خالص، معلقه كبيره من النعناع الناشف. هنفركهم وننزلهم على الطماطم بتاعتنا، اقلبهم اخر قلبه واسيبهم بس ياخدوا غلوه واحده، الاطعمه كلها تتجانس تشرب من بعضها، وكده احلى طاسه عندكم جاهزه. هي طبعا بتتاكل بعيش، بس لو جربتوا تعملوها معامله صوص المكرونه اوعدكم ان انتوا بجد هتنبهروا. جربوها، متاكده ان هي تعجبكم. بس كده.